اليوم الفنانة لطيفة رأفت تحيي حفل اختتام مهرجان الأغنية التونسية، واللي مصادف زادة اليوم العالمي للمرأة. الأكيد هذا يعني لك الكثير. هي أكيد، ولو أنا لك ما كنعترفش باليوم العالمي للمرأة أو يوم عالمي للأم أو كذا، فالمرأة دائما الحمد لله عندها أعياد ونتمنى هذا اليوم يكون إن شاء الله خير وسعادة على كل مرأة مغربية أو تونسية عامة في المغرب العربي ككل والعالم العربي ككل إن شاء الله. وإحيائك الحفل اختتام المهرجان الأغنية التونسية في دورته 24 الأكيد عنده أكثر من معنى بالنسبة لي. أكيد وبالأخص مشاركة في مسرح الأوبرا، فهذا شيء غيتزاد على مساري الفني من بعد قرطاج اللي مرت فيه كذا يعني حفل. نتمنى أنني نكون رقت أو نكون مستوى الركح، لأن مسرح الأوبرا ما شاء الله بجماليته بعمرانه بكل شيء، فكان اختيار صائب. وشكرا لوزارة الثقافة على هذه البادرة، لأنه أعطتني الفرصة أولا نشوف جمهوري التونسي ونوقف على هذا المسرح الجميل. أنت قلت ما تنساش فضل تونس، فضل تونس كبير عليك. أكيد. أنا قلت في البدايات ديالي كانت 88 أو 89 ونغني أول مرة في ركح قرطاج، وأنا في بدايتي 85، يعني ما زال حتى القطاع كانوا قلال، فكان مهرجان قرطاج بالنسبة لي دفعة أنني ممكن نغني حدا جمهور بهذاك الكم بالطرب اللي عندهم في القلب. يعني الناس التونسيين ما شاء الله والتونسيات عندهم الحس الطربي كبير، فكان تشجيع من الجمهور في ذاك. وهناك يعني كما كنقولوا حنا ملي كنا صغار افتخرت بنفسي، وكان عندي دفعه انني نكون نغني في جراج، نغني في موازين، نغني في اي بلد فيها جمهور كبير، كان عندي دفعه. فاكيد فضل التونسيين وتونس. اليوم شفنا تفاعل كبير من الجمهور التونسي، فشنو تقول للجمهور التونسي؟ شكرا جزيلا، وهذا العشم فيهم دائما تيكون عندي تشجيع من تونس، وكنمشي وانا فرحانه للمغرب. فشكرا لتونس واهل تونس، ونتمنى لكم كل الخير والسعاده والطمئنان في هذه البلاد الجميله.